السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة للناس اللي بتحاول تتغير بس مش عارفة ودايما بتحبط وتتراجع. هكلمك النهاردة على حاجة مهمة جدا هتساعدكم في رحلة التغيير. ساعات التغيير بيحتاج لبيئة خصبة عشان يبدأ يؤتي ثماره، بمعنى ان الانسان اللي بيحاول يتغير بيحتاج احيانا انه يغير البيئة اللي هو عايش فيها. مش معنى كده انه يغير اللي حواليه، اقصد انه يبدل البيئة. زي مثلا من الانسان اللي نفسه يصلي بس كل صحابه اللي حواليه مش بيصلوا، فبالتالي هو مفيش بيئة خصبة تشجعه على الصلاة. اللي هو ما هما كلهم كده جت عليا. طبعا ده حديث العقل الباطن اللي بيسكننا عشان ما نتعبش. مثلا جرب كده تروح جيم لمدة شهر، من اول اسبوعين هتلاحظ انك عايز تشرب مية كتير ومتحمس انك تاكل اكل صحي، لانك شايف اللي داخلين واللي طالعين ماسكين ازايز مية في ايديهم، وشايف ناس رياضيين بيشجعوك ان ستايل حياتك يبقى صحي زيهم. هي دي الفكرة اللي حابة اوصله لك. لازم تدور على ناس شبهك، تدور على اللي بيحفزك في الخير واللي بياخد بإيدك للتغيير. ابعد عن اللي بينيمك ويكسلك ويحبطك، دور على البيئة المناسبة ليك. والمقصود من البيئة هنا الصحبة والدائرة المحيطة. وبس كده، مع السلامة.